مسلسل كارثة طبيعية يا جماعة. هو مسلسل كارثة كوميدية بصراحة، مش كارثة طبيعية. مسلسل هتعيط معاه، هتفرح معاه، مسلسل تقدر تسميه الباكي الضاحك. يعني مسلسل من جماله مش هترضى ان هو يبقى 10 حلقات بس، يعني تحبه يبقى 30 حلقة 40 حلقة من جماله. يعني انا في الاول اتفرجت عليه كمجاملة بصراحة، قلت ايه نرفع نسبة المشاهدة، قلت ايه لاني مش عشان ما بحبش محمد سلام، اتفرجت عليه كمجاملة لاني ما بتفرجش على عربي خالص. يعني نادر، يعني ما بقعدش يعني اتفرج على مسلسلات عربي غير يمكن في شهر رمضان. بس لما اتفرجت على المسلسل بصراحة من اول حلقتين شدوني، يعني نزلوا اول حلقتين قلت لا ده الواحد لازم يكمله، وبقيت كل يوم اجي ادور على الحلقات بتاعته، وفين وفين لما الاقيها. النهارده كانوا اخر حلقتين ومع الاسف انتهى. مسلسل حلو قوي، اول مره في حياتك هتشوف، اول مره في حياتك من وقت طويل اقصد، تشوف ممثله طبيعيه طبيعيه خالص، من غير بوتكس ومن غير فيلر ومن غير الحاجات اللي بيعملوها دي. تشوف وش مصري طبيعي، تشوف ناس بتمثل طبيعي، تشوف حمزه العسيلي الراجل المحبط اللي بدل ما يقوي صاحبه بيحبطه. هيبقى عندك 7 عيال يا ورايحين بقى يلفوا على الجوامع علشان يشوفوا هيتصرفوا ازاي، يموتوا يموتوا 3 ويسيبوا 4، ولا يعملوا ايه بالظبط. يعني مسلسل بصراحة يعني كارثة كوميدية فعلا. مسلسل كان يستحق بصراحة محمد سلام انه يبقى بطل، وفعلا المسلسل ده اثبت بجد انه يبقى بطل. ويعني مسلسل تحس انه بيناقش قضايا كتير، قضية ان ناس كتير، شباب كتير عندها موهبة ومش لاقية فرصة، زي هو عبارة عن كاتب ومش لاقي فرصة، مش لاقي فرصة. مشكلة ان العامل او الموظف اللي بيجمع بين شغلتين، وان هو بيكافح هنا وبيكافح هنا. مشكلة البرامج اللي بتبقى متزوقة من بره وفيك من جوه. مشكلة الكتاب او مش الكتاب، او اي مشهور ممكن يسرق عمل حد، دي موجودة مش هننكرها. مسلسل بجد بجد حلو قوي، جميل. الف مبروك لمحمد سلام بجد، يعني عودة قوية، عودة قوية قوي. اتفرجوا عليه لو ما اتفرجتوش عليه، بجد بجد هيعجبكم.